السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن عبادة من أعظم العبادات، وهي من أعظم الأعمال الإنسانية. احنا في الحياة بنتعرض لظروف كتير، منها اللي بيفرحنا ومنها الحزين، فبنحتاج للي يكبر بخاطرنا بكلمة حلوة بطبطبة، والمظلوم بيحتاج للي يقف جنبه علشان يخفف ألم الظلم، والمبتلى بيحتاج للي بيصبره على بلائه ويقويه، والمريض بيحتاج للي يزوره اللي بيخفف عنه، وكتير كتير كتير من الأمثلة. فالحاجة اللي هنتكلم عنها أو العبادة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي عبادة جبر الخواطر، وهي من أعظم العبادات، فربنا بيجازي اللي بيقوم بيها بأجر عظيم. وهي نوع من أنواع الصدقة، بنخفف عن الناس أوجاعهم، بنشارك الناس في الأفراح والأحزان. مش بس الصدقة فلوس أو حاجة مادية، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، فمن سار بين الناس بجبر الخواطر أدركته عناية الله في وقت المخاطر. والآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. في جبر خاطرهم وإحسان ليهم، لأنهم لما حضروا القسمة هندي لهم منها، نرضيهم يعني، اللي هم الأقرباء اللي محتاجين، اليتامى، المساكين. هنعرف النهاردة قصص فعلا حصلت في جبر الخواطر، هي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زاهر ابن حرام، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه. يعني إيه؟ يعني كان زاهر من البادية، وكان يأتي بالهدايا اللي من البادية زي عندنا الريف كده، فكان بيجيب له الحاجات اللي هي في الريف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستضيفه ويديله الحاجات اللي من عنده. فكان زاهر كان دميم الخلقة، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو مش شايف الرسول من ورا، فمش عارف مين، فقال: أرسلني يعني ابعد عني أو سيبني، من هذا؟ فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره بصدره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدا. كاسدا يعني مش هتباع، لأنه مين هيشتريني يعني؟ قال رسول الله: لكنك عند الله ربيح، أو قال: بل أنت عند الله غالي. وده موقف من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه جبر خاطر زاهر، لما تلطف معاه وضحك معاه، وبعدين أثنى عليه لما قال له: أنت عند الله غالي. وفي قصة تانية، كان سيدنا أنس ابن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له أخ صغير اسمه عمير، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه طائر صغير يلعب بيه ويسليه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه يلاقيه بيلعب وبيضحك معاه، وكان عمير سمى الطائر النغير، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويسأله: ماذا فعل النغير؟ وفي يوم مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبكي، فسأله: لم تبكي؟ قال: مات النغير يا رسول الله. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب عمير على الأرض وظل يلعب معه، فلما الصحابة شافوه اندهشوا وقالوا: ماذا تفعل يا رسول الله؟ فرد عليهم: مات النغير. فجلست ألاعب عمير، وكان بيمر عليه يبص عليه ويشوفه، وكان يواسيه، وصلى ركعتين في البيت علشان يهدى. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وضرب لنا أمثلة كثيرة في جبر الخواطر. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خلي أعمالنا تترفع وإحنا صايمين وجابرين خواطر كل اللي حوالينا،
وكل اللي محتاجين الجبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واحفظنا وطهر قلوبنا ونفس كروبنا وفرج همومنا وردنا وارض عنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وارزقنا الخير كله واصرف عنا الشر كله. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.